فاكرين جراند أوتيل؟ في رمضان 2016 وقربنا نقول من 10 سنين فاتوا هيتقدم لنا عمل من أنجح وأرقى أعمال الدراما المصرية في تاريخها الطويل، مسلسل نحتاج له النهاردة أكتر من أي وقت. تنصيب مدير الجراند أوتيل بشكل رسمي. جراند أوتيل مسلسل مقتبس رسميا من العمل الأصلي الأسباني اللي بيحمل نفس الاسم، وخد بالك إني قلت مقتبس رسميا لأنه نسخة الشرق الأوسط الناطقة بالعربية من المسلسل بعد شراء حقوق الملكية بشكل رسمي، مش اقتباس من اللي متعودين عليه. كلمة اقتباس بتسيب في نفسنا أثر بإنه كسل أو تقليد ما فيهوش مجهود، وده أبعد ما يكون عن الحقيقة. ده خلينا نتكلم ثواني عن الاقتباس نفسه. الاقتباس نوع منفرد من الأعمال، مش مجرد قص ولزق من النسخة الأصلية وخلصنا. في أعمال مقتبسة من روايات وكتب وطلعت لنا مجموعة من أهم أعمال السينما والدراما في التاريخ. My name's Forrest Gump. لدرجة إن ليها أوسكار منفصل ليها، ده غير أهم أعمال السينما والدراما في مصر على مدار تاريخهم. ومش بس الكتب اللي بيتم اقتباسها بشكل إبداعي، الأعمال السينمائية والدرامية الأخرى ليها الحق والفرصة في الاقتباس من بعضها بمراحل متفاوتة. المعروف إن لما بنقتبس عمل عندنا في مصر بيبقى بشكل غير رسمي، وزي ما قال الكاتب عمر طاهر في بداية فيلم طير أنت، مصلحة. ولكن الاقتباس له أشكال تانية بعيداً عن المصلحة، توصل للفرانشايزنج أو الامتياز التجاري، وهو إنك تاخد المسلسل كما هو وبأحداثه وتعيد الصياغة العامة ليه مع الالتزام بالنص الأصلي. وفي الحالة دي هيبقى عندنا مسلسلنا جراند أوتيل. جراند اوتيل. جراند أوتيل النسخة المصرية بيتشابه جدا مع المسلسل الأسباني في سير الأحداث والتيمة العامة، ولكنه منفصل وقائم بذاته، لدرجة إنك ممكن تشوف الاتنين كأنهم عملين مختلفين بس من نفس الطينة. فالاتنين بتدور أحداثهم في أوتيل شهير بتمتلكه عائلة أرستقراطية باطشة، بيروح شخص يزور أخته ما يلاقيهاش فيتنكر في دور جرسون في الأوتيل عشان يدور على أخته، وتتوالى الأحداث وتسيطر على أحداث الصراع الطبقي والغرامي والانتقامي وهكذا. الحدث بيحصل في النسخة الأسباني بشكل، وهو الحدث بيحصل بشكل تاني خالص في النسخة المصرية، فكأنك بتشوف عمل موازي لعمل مش ناقل من عمل. يمكن النتيجة واحدة إن الحدث حصل، ولكن الرحلة اللي أدت إلى النتيجة رحلة مختلفة. فبعض الناس اللي ما كانش عندهم فكرة إن العمل مقتبس بشكل رسمي وبشكل مستقل بذاته اتهموه بإنه مسروق، وده شيء غير حقيقي على الإطلاق. ما كانش فيه حاجات كتيرة قوي في العوالم اللي موجودة في اللي احنا خلقناه. وكمان أصحاب الاتهامات دي ما يعرفوش إنه يبقى واحد من ضمن ال6 نسخ عالمية رسمية للمسلسل، بجانب الإيطالي والمكسيكي والفرنساوي واليوناني وكمان الأمريكي. جراند أوتيل كان أول مسلسل مصري يتعرض على نتفليكس، ما تلخبطش ده مع أول مسلسل مصري من إنتاج نتفليكس وهو ما وراء الطبيعة لأحمد أمين، بل كان أول عمل مصري يتم عرضه على المنصة إطلاقا. ولو بتسأل نفسك إيه أهمية ده، أهميته كبيرة في الريتش العالمي للدراما المصرية بشكل عام وللمسلسل بشكل خاص. المسلسل اترجم بلغات عديدة وكان رخصة عرضه عالمية، يعني تقدر تشوفه من أي مكان في العالم فيه المنصة. وده يخليك تستوعب شوية من دلوقتي ليه المسلسل واخد مننا فيديو مخصوص، لأنه أفضل بكتير وأهم بكتير مما أنت فاكر، ورحلته بنأكد لك ونضمن لك إنها هتبهرك. عشان كده عايزينك تسمع وتستمتع بالحكاية لأنها هتحلو. برغم ان جراند أوتيل اخد حق الاقتباس رسميا في حركه نادره، ما كانش اول مسلسل ياخد الخطوه دي بالشكل ده. قبله بسنه بالظبط في 2015 عمل مميز جدا كان هو الشراره اللي هتضيق السكه لجراند أوتيل، مسلسل طريقي. تهجرني ليه؟ عملت ايه؟ طريقي وجراند أوتيل في عامل مشترك ما بينهم، او خلينا نقول عوامل. المؤلف والكاتب المصري الرائع تامر حبيب، والمخرج الشاب الصغير وقتها محمد شاكر خضير، وكمان نفس الجهات الانتاجيه شركه بي لينك وايجل فيلمز. وكمان في صانع تاني مشترك ومهم جدا هنتكلم عليه لما نيجي لجراند أوتيل بعد شويه صغيرين. فكرة الاقتباس اتقدمت من المنتج محمد مشيش للكاتب تامر حبيب، والحقيقة اتقدم له العملين في نفس الوقت، جراند أوتيل وطريقي. انا شفت الاول البروموهات بتاعه المسلسلين، فلما محمد مشيش المنتج عرضهم عليا. ولكن تامر حبيب كان مايل للطابع الغنائي والرومانسي اللي في المسلسل الأصلي صوت الحرية اللي هيقتبس ويبقى طريقي، فقرر انه يعمل العمل ده ويرفض او يأجل جراند أوتيل. لما جيت فكرت ان انا طول الوقت عايز اعمل ميوزيكال شبه بتوع زمان، وكأن بطلة فيلم شادية. وبصراحة لو بصيت على مجمل أعمال تامر حبيب الاختيار هيبقى منطقي جدا، فتامر حبيب تخصص رومانسية، فبكتابته شفنا سهر الليالي وحب البنات، عن العشق والهوى، وتيمور وشفيقة. انا ماليش ان اعترض على معاليكي، ده خارج حدود وظيفتي.
طريقي كان مسلسل هايل جدا في كل حاجة عنه، فأحداثه كانت على مدار أزمنة مختلفة من مصر من أواخر الستينات لحد السبعينات. نجاح طريقي في 2015 ادى الضوء الأخضر لتحفتنا الفنية اللي هنتكلم عليها الفيديو ده، واللي جت في الموسم اللي بعده مباشرة، رمضان 2016. جراند اوتيل. مفيش حاجة بتهون عليا حرق الدم التحقيق مع المجرمين قد حفلات الجراند اوتيل. زي العمل الأصلي جراند اوتيل بيريود بيس، أو عمل أحداثه في تاريخ فات. أحداث جراند اوتيل بتحصل في سنتين، 1949 في الفلاش باكس و1950 في أحداث المسلسل الرئيسية. ده يختلف عن العمل الأصلي اللي كان في وقت البالي بوك أو فترة أوائل التسعميات في أوروبا. ده هيخلي تصميم الملابس وروح الشخصيات وطبيعة كل حاجة تختلف اختلاف كبير عن العمل الأصلي الأسباني. ولكن اختيار تامر حبيب في تحويل العمل للخمسينات كان عبقري، لأن الحقبة دي في مصر في ظل وجود الملكية والبشوات والبهوات والهوانم والإقطاع والفلاحين هيخدم قصة العمل بشكل يتفوق ثقافيا عن النسخة الأصلية كتير جدا. ورميت حاجات كتيرة جدا وابتديت ألعب إنه ده بتاعنا إحنا في الآخر. فكان استغلال الموروث التاريخي المصري في المرحلة دي من الزمن قمة الذكاء، لأنه هيليق على قصة زي الجوانتي في الإيد، ويخلي كل الأحداث تاخدك في زمن البيه والهانم ولا يكون فيلم أربعيناتي من الحقبة ذات نفسها. التفاصيل دي مش غريبة عن تامر حبيب، فتجربة طريقي أثبتت لنا إنه عنده إبداع خاص في كتابة الأزمنة القديمة، وعدسته دقيقة جدا في الموضوع ده، وكل خطوة هنخطيها في الرحلة هيثبت لنا ده أكتر. اختيار أسوان والنوبة كلوكيشن العمل اختيار بديع في حد ذاته، مفيش شيء مصري أكتر من أسوان. وبما إن العمل قائم تماما على الثقافة المصرية في الحقبة دي، أسوان كانت في الجون. النيل والخضرة والثقافة المحلية هيخلوا مسلسل بصريا ودراميا في حتة تانية خالص. ولكن الاختيار اللي فعلا هيغير شكل الكادر هو الفندق اللي وقع عليه الاختيار. الجراند اوتيل اللي هنعيش فيه 30 حلقة هو هيبقى فعليا فندق سوفيتال اولد كاتاراكت في أسوان. هو واحد من أهم ويمكن يكون أهم فندق تاريخي في مصر. فيوهات الفندق هتكون بالظبط اللي العمل محتاجه، حاجة بيكتشرسك. فالعمل الأصلي مهتم جدا بجمال الكادرات والأتموسفير، وطبعا ممكن أغنى شوية بصريا من النسخة المصرية بسبب طبيعة البلدين. ولكن اللي هينقص من جراند اوتيل في الكادر هيعوضوا الثقافة الغنية جدا اللي بنقدر نلمسها في كل مشهد من المسلسل في كل كادر فيه. وده يخلينا نقول عن العنصر اللي قلنا هنتكلم عليه بعدين، أروما ستوديوز. أروما ستوديوز اللي قامت بأعمال البوست برودكشن، المونتاج وتصحيح الألوان. فعمل زي جراند اوتيل ألوان العمل والمونتاج ممكن توقع المسلسل بصريا أو ترفعه لحتة عالية جدا. واللي حصل إن جراند اوتيل كان كل كادراته وألوانه مريحة للأعصاب جدا بشكل غير مسبوق وممتعة بصريا لدرجة الإبهار. أروما ستوديوز لصاحبها تامر مرتضى شغلها في جراند اوتيل خلاني قاعد باصص على المسلسل مش بس باستمتاع بأحداثه بل بصورته. بعض المشاهد كانت أقرب للوحة من إنها مشهد في مسلسل. دي حاجة في أعمالنا المصرية مش دايما موجودة مع كامل الأسف، ولذلك كنا محتاجين نبروز دور تصحيح الألوان والمونتاج في العمل ده. ونشكر شركة أروما اللي تعتبر واحدة من أهم شركات البوست برودكشن في مصر والمنطقة. أول حاجة البوست برودكشن شغلانة صعبة قوي قوي، لازم تكون بتحبها قوي لأنها مرهقة جدا، صعبة جدا، لا للي ما بيحبهاش مستحيلة. روح الحقبة موجودة في أدق التفاصيل بداية من الأسامي. أنا أمين علي. طيب ما هو جوز بنته يعني إحسان. ست سكين عاملة إيه؟ اللي كان اختيارها في منتهى الدقة بعيدا عن أي مبالغات. علي ونظلي، اسمت ومراد، أمال، صديق، سكينة، أمين، ورد. انتقاء أسامي الناس اللي هتعيش معاك يوميا 30 حلقة بالشكل ده بيعكس اهتمام بأدق تفاصيل الرحلة، وتاني بدون مبالغات أو إقحام. مدرس اللغة العربية بتاع ست زينة هانم. ملابس الشخصيات، وهي أقدر أقول ببساطة شديدة إنها أفضل ملابس شخصيات عدت على الدراما المصرية من سنين طويلة، والمسؤول عنها مصممة الأزياء ياسمين القاضي. خليني الأول أقدم تحية كبيرة جدا لمصممة الأزياء في المسلسل ده واللي معانا مصممة ياسمين القاضي، عشان تقدم لنا اختيارات أزياء هتكون أهم وأفضل التفاصيل في المسلسل اللي خلت العين في حالة من الانبهار الدائم بكل شخصية بتطلع على الشاشة. اختيارات الموديلات والألوان لكل شخصية كان في غاية التناغم واللياقة، حاجة كده تتباع في مزاد. الملابس في جراند اوتيل مش مجرد حاجات شكلها حلو، اللبس عموما بيبقى وسيلة للتعبير عن نفسك، عن شخصيتك، وده اللي اتبذل فيه جهد كبير. كل شخصية لبسها بيعبر عن شخصها. التفصيلة دي مهمة وهتأثر في نظرتك ووعيك ولا وعيك طول فرجتك على المسلسل. ولكن برغم الدقة العالية فهي كانت شبه كاملة، مش كاملة ولكن عن قصد. فالجرسونات وعاملين الاوتيلات دي ما كانوش بيلبسوا بدل تماما في الفترة دي، كانوا بيلبسوا لبس تقليدي تقدر تشوفه لحد النهارده في فنادق كتير في الأقصر وأسوان. ولكن المسلسل فيه جانب رومانسي كبير، العامل البصري في القصة الرومانسية من أكتر الجوانب المهمة فيها. فمفهوم جدا إعادة صياغة لبس العاملين في الأوتيل إنه يكون متماشي مع لبس البطلة الهانم اللي هو بيكون شيك جدا ومن أغلى الماركات، عشان ما يبقاش الفرق كبير قوي يعمل لك ايرور او تربنه وانت باصص عليهم. علي ما كانش هيبقى البطل الوسيم الجان اللي بيخطف نظر
المشاهدين في قصة حبه مع نازلي هانم لو كان لابس اللبس التقليدي اللي احنا عارفينه، فاختار المسلسل انه يحاكي لبس الستاف بتاع العمل الاصلي ويميل اكتر للستايل الاوروبي ويكون عمل فيوجن ما بين المسلسلين او خلط ثقافي. اصل احنا هنا بنطبع اسم كل واحد على اليونيفورم بتاعه عشان لما تروح تتغسل وتتكوي ما حدش يلبس لبس حد. مشكلة تانية لا يستهان بيها في الملابس وهي الطربوش. في الفترة دي الطربوش كان على رأس المصريين بالأخص من الطبقات المذكورة والموظفين في الهيئات الحكومية والبوليس وهكذا. مش هتلاقي ولا شخصية رئيسية لابسة طربوش، وده اختيار أكيد مش غفلة من صناع العمل اللي اهتمامهم بالتفاصيل كان غير مسبوق. فهو واضح جدا انه اختيار فني مقصود، لانك هتشوف الطربوش في الشخصيات الخلفيه وجوده باي شكل يؤكد ان صناع العمل ما نسيهوش، هم قرروا التصرف في التفصيله دي فنيا لخدمه جانب بصري اخر. الاختيارات الابداعيه اللي من النوع ده يا اما تنجح نجاح تام وما تاثرش على العمل سلبيا باي شكل، يا اما تدمر مصداقيه العمل واي امل للاستمتاع بيه. مفيش بين البينين، يا ده يا ده. وبما ان القرارات دي فعلا ما خرجتكش من الحقبه ولا سببت ازعاج والمعادله في الاخر نجحت نجاح ساحق، نقدر نقول ان جراند اوتيل عدى من المخاطره دي بالدرجه النهائيه، اخذ قرار بالتصرف والتصرف نجح الحمد لله. ولكن على الجانب الآخر الملابس التقليدية اتراعت في بقية المهن وبقية الموظفين وكمان كل الشخصيات الصامتة في خلفية المسلسل. صحيح خلفية المسلسل بجملة الاهتمام بأدق التفاصيل. كل مشهد فيه حركة واقعية جدا في الأوتيل، نزلاء جداد داخلين، نزلاء قدام ماشيين، شنط بتتشال، جرسونات بيقدموا أكل أو بيشيلوا أكل، وكله بسرعة كبيرة وبشكل مستمر في أوتيل نسبة الإشغال فيه عالية بالشكل ده. مفيش حاجة متسابة تفصل دماغك ولو ثانية، أنت نزيل في الأوتيل وبتتفرج من عن قرب على القصص دي، مش مجرد متفرج على الشاشة. التمثيل المحلي أو عناصر أهل النوبة وأسوان في المسلسل ابتعدوا كل البعد عن النمطية أو الابتذال اللي ممكن نكون شفناها للأسف في أعمال تانية. فبجانب الكومبارس المتكلم والصامت في الخلفية، كان في دورين من اللي هيمثلوا أهل البلد، أمير صلاح الدين في دور ماهر عامل الريسبشن، وإبراهيم فرح في دور الريس دميان اللي هيفتتح المسلسل. بس تسأل هناك تقول فين مستودع دميان، ألف مين يدلك. الدورين معمولين باحترام شديد للتمثيل المحلي لمحافظة أسوان وأهالي النوبة، فأمير صلاح الدين في دور ماهر برغم صغر حجم الدور هيكون لابق جدا على الشاشة. أحمد بيه الزهيري. والريس دميان اللي مستودعه هيبقى حلقة وصل شخصيات المسلسل الرئيسية ببعض. طيب استني هنا، أنا هخش أغير ولا كده رايح دميان. دوره اتأدى باحترام شديد وخفة، وبرغم صغر حجمه برضه أثره ما يتنسيش طول العمل. شكلك كده بتنبط على حاجة أو عايز توقعني في كلام ولا؟ لو انت مش من مصر، عايزك تعرف ان الاربعينات والخمسينات محبوبة جدا جدا عندنا، بنحب سينمتها ونجومها، شكل شوارعها، ذكرياتنا اللي ما عشناهاش. لكن على قد كل الدفء اللي بيجي لنا من المرحلة دي في مصر، لا يغفل على احد انها كانت فترة طبقية لأبعد الحدود. معلش يا فندم، معلش انتوا عاوزين الكرباك. الطبقية دي هتلعب دور كبير جدا في جراند اوتيل. وانا اختي بتشتغل هنا، اتفضل خش لها من باب الخدم. من أول دقيقة هتحس بالفرق الاجتماعي وتأثيره على تصرفات كل عناصر المسلسل. التفصيلة التاريخية اللي استغلها تامر حبيب أحسن استغلال لخدمة القصة وربطك أكتر وأكتر بديناميكية الأربعينات والخمسينات في التعامل بين الشخصيات المختلفة في المسلسل اللي الطبقية فيها باينة حتى في الهزار. دي قلة الأكابر. انت بقى رايح تشتي هناك ولا ايه؟ يا ريت. انا بقول برضه. الطبقية هتبقى محور كل صراعات المسلسل من أول دقيقة، وبشكل غير مقحم أو سياسي أو توعوي مباشر. هينجح العمل في تسليط الضوء على الجزء الغامق ده من الخمسينات بأكتر شكل مؤثر وواقعي ودرامي. عشان كده أنا مش بحب إنك تنزلي تحت عند الخدم، إحنا حاجة وهم حاجة تانية. هنقدر نشوف الإبداع والاحتراف في اختيار الممثلين بنفس التركيبة اللي كانت في طريقي، خلطة من الممثلين المخضرمين والنجوم مع المواهب الجديدة اللي هيبقوا في طريقهم للنجومية نفسهم. ولكن قبل ما نخش على الممثلين، في اختيار من أفضل الاختيارات في المسلسل، وهو مش حد هتشوفه على الشاشة ولكن هتسمعه. الموسيقار التونسي أمين بوحافة. اسم تاني مهم جدا استمر معانا من طريقي. الموسيقى التصويرية للمسلسل هي مثال للجمال والرقي اللي عمل زي ده كان محتاجه. بدون موسيقى المعادلة دي كانت هتختل جدا. الموسيقار أمين بوحافة بقى واحد من الأسماء التقيلة في الموسيقى التصويرية في المنطقة كلها، من بلد حبيب وشقيق زي تونس. يدينا أستاذ أمين موسيقى تصويرية للزمن تاخد تحفة الخمسينات بتاعتنا لحتة بعيدة من الذوق والإبداع. الموسيقار أمين قبل جراند أوتيل بسنة أو اتنين كان حاز على أكبر جايزة سينمائية في فرنسا، وهي السيزار لأحسن موسيقى تصويرية عن فيلم تيمبوكتو.
Amine Wafa pour Timbuktu. يعني كانت سنة ناجحة فنيا جدا ليه، وده انعكس على أدائه في موسيقى جراند أوتيل. أنا لما شفت الأوركسترا بتلعبها في دار الأوبرا المصرية مشاعري اتحركت بشدة. نرجع تاني لقدام الكاميرا. تسكين الأدوار مثال للاختيار الفني الموفق للعين الصائبة. مفيش شخص واحد متسكن في دور مش بتاعه أو تقدر حتى تشوف حد تاني فيه. وحاجة مهمة جدا نعرفها عن جراند أوتيل، المسلسل مش بطولة حد، المعنى الحقيقي للبطولة الجماعية. المسلسل عبارة عن مجموعة قصص متشابكة، وكل واحد بطل قصته بمساحة على الشاشة واسعة ومؤثرة ومتقاربة في الحجم. ولو شخصية واحدة بس اختفت من حلقة هتحس بوجودها وهتفتقده بكل المعاني. عمرو يوسف وأمينة خليل هم واجهة العمل، ولكن مش أبطاله بالمعنى التقليدي. يعني في تقديمة العمل وغلافه محتاج واجهة فنية وتجارية ليك. بصراحة هم اختيار موفق جدا كواجهة مسلسل جراند أوتيل، بالأخص إن هم أدوار الجميلة والجان، ولكن هم أبطال وقتهم هم على الشاشة، والأوقات التانية ليها أبطالها برضه اللي لا يقلوا لا مساحة ولا أهمية عن الاتنين. نرجع لاختيار فريق العمل وتسكين أدواره عشان نشوف نموذج لعمل مش مسموح لحد يبقى في دور مش في دوره، ومش مسموح لحد يمثل وحش. والنتيجة عمل ما تتخيلش فيه أي شخص مكان التاني أو أي ممثل تاني بره الأبطال دول مهما كان اسمه أو موهبته، كله مظبوط بالسنتي. عمرو يوسف شكله وملامحه مرنة جدا إنها تخليه شاب بسيط جاي من الفلاحين وتصدق ينتحل شخصية بيه وتدخل على الكل، ويرجع تاني يبقى جرسون بعدها بيوم، وفي كل ده أقنعك. امال انا قلت ايه؟ مش عارف. انا بقول لحضرتك بتوتر في الاماكن اللي زي دي. تقدر تشوفه في دور الأخ الغاضب والصديق الوفي والبطل الرومانسي برضا تام عن كل نسخة منه في شخص واحد. طبعا في جهد كبير في الميك اب واللبس والشعر زي بقية أبطال العمل، كان مطلوب لاستخراج أفضل ما في مرونة عمرو يوسف مظهرا وفنا. ولكن اللي يميز شخصية علي صلاح عبد الجواد وأداء عمرو يوسف إنه ما فيهوش مواصفات البطل المعروف في الدراما المصرية اللي كل حاجة بتطلع منه صح الصح، بل في مواصفات محددة جدا كل كاتب بيبتعد عن إنه يحطها في واجهة العمل أو الجان بتاعه. زي إن شخصية علي صلاح عبد الجواد، سامحوني والعدم وجود كلمة أدق، شخصية إتمة شويتين. فؤاد، بلاش أحمد، فؤاد. فهو قليل الضحك والهزار، عصبي وخلقه ضيق، واجتماعيا منغلق حبتين، اندفاعي وكمان انتقامي. دي مش مواصفات الجان المصري المعروف، ولكن استمد الكاتب هنا جاذبية علي من صفات تانية خالص. فعلي يوميا بيقابل من الظروف والتهديدات والاتهامات اللي تردع أي حد عن هدفه، ولكن بشكل متقن جدا. علي في الآخر دايما بيتماسك، عنده صبر شديد على الظروف مع شجاعته في مواجهتها، حتى لو المواجهة مندفعة أو غلط شجاعته أحيانا بتكفي. نيته صادقة ولا يهدف للأذية أو التلاعب، ولكن لو حكم الأمر هيبقى زي النار في الهشيم. هقتله لو عرفت انه اذى ضحى، هقتله. دي مش الطريقه المعروفه اطلاقا في كتابه البطل الجان الوسيم في الاعمال المصريه، اللي فيهم كل الصفات الايجابيه من خفه الدم وسهوله التعامل والرومانسيه الطاغيه، اللي دايما عايزه تقول لك بص البطل بتاعنا حلو ازاي، بص جامد ازاي، بص يقدر يعمل ايه. انا عمري ما تخيلت انك هتتعلم بالسرعه دي. لا ايه، حريف كمان. علي كان مش عارف اصلا هو هيعمل ايه، وانت دايما في حاله قلق منه وعليه. صعوبه شخصيه علي بالذات ان ما هيش شخصيه زعقه، لكن هو عامل شخصيه عاديه قوي وبتتحط في صراعات موجوده في حياتنا اليوميه قوي، وعملها بطعم كده. يعني كلمه واحده توصف اداء عمرو يوسف على مدار الحلقات كلها: اداء راسي. اختيار رئيسي رائع من صناع العمل اللي عرفوا يختاروا واجهه مثاليه للعمل وممثل يطلع افضل ما في الدور وما يخيبش توقعات لا فريق العمل ولا الجمهور. ان لولا عمرو يوسف ما كانش هيبقى فيه جراند أوتيل. أمينة خليل في دور نازلي هو أقرب دور نسائي رومانسي إلى قلبي. انت بتتكلم زي مين؟ زي بتاع الافلام. المشاعر في أداء نازلي وجمال تعبيراتها وصدقها في ضيقها قبل فرحتها ما شفتوش لا قبل ولا بعد الدور ده. نبرات صوتها وتغيراتها تلمس القلب وتحسسك بالظبط باللي هي حساه. انا مش هقدر اعمل كده في نفسي تاني. فنازلي مكتوبة عشان تكون حساسة جدا. صعب قوي ان انا حاسه ان هي ممكن حياتها تبقى في خطر، وفي حاجه احنا ممكن نعملها وما بنعملهاش. وأمينة خليل أدت بحساسية وصدق مشاعر انعكس على كل مشهد ظهرت فيه نازلي، لدرجة تخليك محتاج شوية عشان تستوعب ان أمينة خليل بتأدي دور ما هياش نفسها نازلي هانم. ضحكتها صادقة، كسوفها صادق، هزارها من القلب، وحتى غضبها فعلا رقيق. انا مستفزه منك جدا. الرقة الطاغية والجمال اللي يهدي الأعصاب في كل تفصيلة في نازلي يبقى نتيجة عمل جماعي كبير على الشخصية، مش بس إبداع أمينة خليل، بل كل فريق العمل اشترك في الصورة النهائية لنازلي. طبعا كتابة الشخصية الدقيق والإخراج المحترف يتبعهم الملابس والميك اب والشعر اللي من جمالهم ورقتهم كانوا حديث الجميع في الموسم ده. جزء كبير من صناعة نازلي كانت مش بس الموهبة والممثلة والقالب، الحالة والأزياء اللي كانت
موجوده. لحد بقى زوايا التصوير والإضاءة اللي قدرت تطلع أفضل أوصاف أمينة خليل بشكل محترف جدا، حتى لون عينها مع الشمس وتباينها مع عينين علي أو عمرو يوسف، تفاصيل محترفة جدا جدا طلعت لنا بالظبط اللي كان بيطمح ليه صناع العمل. ما شفتش قبل كده شخصية مخدومة بهذا الشكل في أي عمل تاني، ولذلك الدور ساب أثر كبير على المشاهدين في الموسم ده، وزي ما شفنا كان عن جدارة. حلوة مش كده؟ أوي. قصة حب علي ونظلي هي القصة الرومانسية الرئيسية للعمل، يتكتب فيها أشعار. لما قلت لك المسلسل متقن جدا روح الخمسينات، يبقى أكبر مثال عليه قصة حب علي ونظلي. المسلسل الأسباني الأصلي القصة دي واخدة شكل تاني تماما، شكل جسدي جدا. ده مش بس اتغير عشان الثقافة العامة والمعايير، ده شيء مفروغ منه. في حاجات كتير قوي موجودة عندهم ما ينفعش نتناولها عندنا. يعني الشخصية اللي عاملاها يعني أمينة في المسلسل دي كانت هايصة يعني. ولكن كمان عشان حب الخمسينات في مصر كان مختلف جدا وشكله قريب قوي قوي لقصة علي ونظلي. على وصف نجم القناة المفضل عمر الشريف، الحب وقتها كان عذاب، وكله كان بيبقى عن بعد وشوق وتعب في كل تفصيلة، بتبقى لحظة تعيش عليها وتسهر ليالي بتفكر فيها لشهور وممكن سنين قدام. فكنا نروح السينما ونبص من بعيد كده في الانتراكت ونفضل نقعد نحلم لمدة أسبوع لما نشوفها تاني. الأغاني كانت بتعبر عن الإحساسات دي، كله عذاب من بعيد، يعني مفيش حاجة، مفيش قرب. يا عيوني حبايبي ليه هجروني ليه نموت. ودي كانت قصة حب علي ونظلي. الكيمياء والتناغم ما بينهم من قبل حتى ما القصة تبتدي خلت القصة من قصص الحب المريحة جدا للقلب. ومش بس كده، شكلهم على الكاميرا دايما مريح للعين، مع جمال النيل والخضرة وكل الكادرات اللي تقريبا ظهروا فيها. وزي ما اتكلمنا على إبداع الكادرات، علي ونظلي برضو كل كادر ليهم لوحة. الرومانسية متوازنة جدا، مفيش حاجة تموع النفس، بالعكس تفتح النفس على الحياة وعلى نسمة الهوا اللي هم واقفين فيها. مش هتقدر تمسك نفسك انك تعيد مشاهدهم، تسمع كلامهم من تاني، تبص على نظراتهم وتحس براحة نفس ما تتوصفش. امتى آخر مرة قصة حب على الشاشة لمست المشاهد بالمنظر ده؟ ما تمشيش يا عمي، ما تسيبنيش. محمد ممدوح في دور أمين كان حديث موسم رمضان كله، وكاريره أخد مسار تاني تماما بعد الدور ده. ده مش أول دور مبدع نشوفه من محمد ممدوح، فهو اسم آخر استمر معانا من مسلسل طريقي اللي عمل فيه دور سيد سفنجة، وكان من أفضل وأصدق أدوار العمل. ولكن دور أمين أخد صدق المشاعر والتقمص في حتة تانية. محمد ممدوح اتحول، مش مجرد بيمثل أمين، هو تحول لشخص تاني في مشيته، ضحكته، لعسمته ولخبطته. والله ولا جه على بالي خالص. طويل القامة وكبير الحجم، ولكنه طفل صغير بكل المعاني الإيجابية وأكيد السلبية. انت لسه بتعيط يا بيه؟ بقول لك يا عم دميان مالكش دعوه بيا دلوقتي، سيبني في حالي. التعاطف والحب والاستحسان هما المشاعر اللي هتسيطر عليك تجاه أمين من أول نظرة، وكله بسبب إنه خد الشخصية من الورق وعدى بيها مراحل تفوق اللي اتكتب. تايسون في جراند اوتيل الدور مكتوب اللي هو صاحب البطل، يعني كان ممكن مع ممثل تاني ما يروحش في اي حته. اتعلمت درس من تايسون وقتها انه ازاي خد الدور العادي قوي ده وبقى احسن دور في المسلسل حقيقي. شخصيه ما ينفعش تتكره، مهما استفزك او اتصرف بشكل خاطئ هتلاقي نفسك بتغفر له. نوعيه اشخاص كلنا على الاقل شفنا واحد منها في حياتنا وما تكررش تاني، وقلنا يا ريت الناس كلها كانت بالبساطه دي. لو هنتكلم عن البراءه في انسان، ممكن نتخطى كل الادوار وننسب الوصف ده لامين بدون شك، لان كل نواياه بريئه وكل غلطاته في حق نفسه او اللي حواليه مصدرها نيه سليمه جدا جدا، روحه غير ملوثه في وسط ظروف تلوث اي روح. خفة دمه ما كانتش عشان بيحاول يضحكك، هو واحد من الاشخاص اللي هيضحكك وهيسأل هو انا عملت ايه؟ هو انت بجد هتقعد تكمل اكل وتسيبها مستنيه في الجنينه؟ سيب اللي في ايدك ده. حتى في دي فيها براءة. الوقت ده برغم ظهور محمد ممدوح بشكل متكرر وفي أعمال كبيرة، ما كانش الممثل اللي انت حافظ اسمه. محمد ممدوح من بعد الدور ده أصبح فوراً بطل ومحور أعمال وكمان نجم شباك، لأنه أثبت إنه قادر على تحويل أي عمل يخشه إلى تجربة فنية مختلفة، وده عنصر مميز جدا كنا محتاجينه في الفن المصري، والحمد لله إننا لقيناه من خلال أمين في جراند اوتيل. الحقيني يما. وايه اللي جاب سيره امك دلوقتي؟ المفاجأة الكبرى في المسلسل كانت إعادة صياغة فنانة جميلة جدا كلنا كنا نعرفها بشكل تاني، مطربة التسعينات أنوشكا في دور اسمة هانم.
أنوشكا هي أكبر مثال على نظرة صناع العمل اللي فاقت أي توقعات أو مقارنات. اسمة هانم أرستقراطية جدا، كل تفصيلة فيها بتصرخ بأرستقراطيتها، ولو في حد في الدنيا الأرستقراطية لايقة عليه بالملي هتبقى أنوشكا. نبرة صوتها، نطقها الفرنسية اللي كانت اللغة المقربة للهوانم والبشوات أيامها. باردون يا حبيبتي، باردون. حدتها الشديدة اللي مش حدة بالشكل اللي كلنا نعرفه، بل حدة فيها هدوء يجرح أكتر من 10 سكاكين. جاي دلوقتي بتقولي جواب وتهديد، كلام فارغ. الشر المقنع والسيكوباتية الهادئة اللي مش بنشوفها كتير، وكل ده بدون ما تنسيك ان هي في الاول وفي الاخر زي اي ارستقراطية كانت عاملة ممكن تعمل اي حاجة عشان بناتها. الجمع ما بين الشر والسيكوباتية والامومة والرعاية ازدواجية قليل جدا اللي يقدر يعملها بدون ما يبتذل الدور. انا ما بناقشكيش، أنا بأمرك. الأداء النادر ده من الفنانة النادرة دي أعاد تقديمها للجمهور كنجمة شاشة من تاني عشان تبقى واحدة من الأسماء اللي خرجت من باب الجراند أوتيل على مسيرة فنية أكبر بكتير. جراند أوتيل إن دل على شيء يدل إن إحنا نقدر نعمل دراما راقية للغاية وننافس بأي حاجة زي ما انتي قلتي الدراما التركية لأنها تخرج بره البلاتوهات. المسلسل فيه جانب بوليسي مسؤول عنه بشكل شبه كامل شخصية الصاغ شريف اللي قام بدوره المبدع خالد كمال، رجل البوليس اللي هيبقى معني بكل كبيرة وصغيرة في الجراند أوتيل، المكان اللي هو عارف بل متأكد إنه وراه سر ولكنه ينتظر القرائن اللي أكيد هتجيله. في حاجة ناقصة. الصاغ شريف مكتوب بشكل خاص بيرجعك لروح رجل البوليس في أفلام الأربعينات بالظبط، وجوده يوتر أي حد لكل الأسباب السليمة. ده إيه اللي جابه ده؟ أنا عزمته هاني، ما كانش ينفع ما عزموش. خالد كمال بهيئته وملابسه اللي زي ما اتفقنا فيها تصرف أدبي خارج الحقبة، هيعيشك جو البحث عن الجاني بشكل متقارب جدا مع روايات أجاثا كريستي اللي أكاد أجزم إن ده الاتجاه المقصود من صناع العمل، بالأخص إن الكاتبة المذكورة كتبت رواية Death on the Nile أو موت فوق النيل في نفس الأوتيل سنة 1937، ولكن صناع العمل ما قالوش حاجة، كلها تكهنات. حس كده بقى أنا حابب أتكلم مع حضرتك كلمتين. سوسن بدر في دور الست سكينة أم أمين. ايوه زي ما بيقول لك كده، ام امين يعني ام امين امي هو. سوسن بدر من الاسماء المخضرمه اللي اسمها بيشيل اعمال، وده ما كانش مختلف في جراند اوتيل. ما ينفعش تتخيل المكان ده بكل احداثه من غير الست سكينه رئيسه الخدم اللي عندها ولاء للمكان واللي عملها يفوق الخيال. مفيش هزار في خدمه الجراند اوتيل حتى لو المتقاعس كان ابنها نفسه. انا كنت افضل اني الاقيك عندك حمى على اني الاقيك لسه نايم لغايه دلوقتي. سكينة على عكس اسمة هانم حادة بالشكل اللي كلنا عارفينه، الشخص اللي تتمنى ما تتحطش في موقف وحش معاه، وإلا أقول على نفسك السلام. انا اللي اقول كلامي يمشي على مين وما يمشيش على مين، في لمح البصر تكوني لابسه اليونيفورم. الست سكينة مكتوبة بشكل إنساني جدا، لأنك هتشوف مراحل منها تفكرك بحاجة أحيانا كلنا بننساها، إن كلنا بني آدمين. أحيانا صرامة الشخص أو حدته أو انغلاقه بتنسيك إنه بيعيش التجربة الإنسانية زيه زيك بالظبط، وبرغم طبيعته الحادة له جوانب أعمق بكتير من مجرد حدته. ده بيخلي ضحكة الست سكينة ب1000 ضحكة ولا كأن الكاست كله ضحك، لأنها يوم لما تضحك هتبقى فعلا مبسوطة وحاسة بالفرح، لأن ما عندهاش القدرة على تصنع الضحك. وفجأة بغضك لصرامتها هيتحول لتقدير لصدق ضحكتها. فكلنا محتاجين فرصة نتشاف بشكل أبعد من غلافنا وأبعد من ظروفنا واللي أجبرتنا عليه. كل ده محدش كان يقدر يجسده بالشكل ده أحسن من سوسن بدر، اللي اختيارها أفاد العمل بكل الأشكال الممكنة من خبرتها واسمها وتناغمها الغير طبيعي مع بقية الكاست. مكسب كبير جدا وتم استخدامه كالعادة بأفضل الأشكال. ممنوع أشوف حد ما بيشتغلش من بعد الغداء لحد ما آخر نزيل يدخل أوضته عشان ينام بعد الحفلة. ولكن الكاست كان محتاج رمانة ميزان، حاجة تعدل الكفة وسط كل الاحتقان والطبقية والصراعات، وده هيكون محمود البزاوي في دور الريس صديق. ظهوره بمثابة الأجازة اللي هناخدها كمشاهدين، نسمة الهوا في وسط الصراعات اللانهائية، وسط الرومانسية الموجعة والحقوق الضايعة، شخص بيحب الحياة وعايزها حلوة لنفسه واللي حواليه. الابتسامة والضحكة دي أجمل وأحلى حاجة ممكن تقابل بيها النزيل. مش عابق ولا مهتم لا بأكابر ولا بخدم، كل ده بيحصل بشكل منطقي جدا مش هزلي. هو غير عابق بالطبقية ولكنه يحترم جدا قدر المكان ومهام عمله. النهارده مفيش وقت للراحة ولا السجاير ولا السرحان اللي انت مالي فيه ده. ما عندوش خوف في قلبه من الأرستقراطيين تورث يا فخر، ولكن عنده احترام لرؤساء عمله وأصحاب الأوتيل. يا ريت تبقى قد المسؤولية. أكيد يا فندم. بيعمل كل جهده عشان موظفينه وعشان يريحهم في عملهم، ولكن ما بيسمحش بالتقاعس أو الاستغلال. مش معنى إني بحترمكم
وبعملكم بالذوق انكم تاكلوا دراعي بعد ما اديكوا صباعي. حاجة تعرفك انك مش لازم تبقى اناركي عشان تبقى شجاع، مش لازم تبقى كاره عشان تحترم نفسك، ومش لازم تبقى ضعيف عشان تريح اللي حواليك. كل اللي عليك تعمله تحب الحياة وما تخافش من شركائك فيها، تحترم حدودهم وتحمي حدودك. ما اجمل الريس صديق. شوية رياضة الصبحية كده علشان نجري الدم في عروقنا. ولكن قصاد الريس صديق ونسمة الهواء العليل اللي هيديهولنا من التوتر، هنلاقي المرض اللي يقبض القلوب، والفوضى اللي تشتت العقل، والنوايا المشكوك في أمرها دائما وأبدا. أكتر شخصيات العمل تعقيدا على الإطلاق دينا الشربيني في دور ورد، الخادمة الخبيثة. في ان انا غلطت افهمك وانت ما انتش عايز تفهم، انت ما بتفهمش عربي. عمرك ما هتتعصب وتستفز وتتعاطف وتغفر وتكره في نفس الوقت لنفس الشخص أكتر من ورد. انا بجد تعبت وما عدتش فاهمه هي بتعمل معايا كده ليه. الدور ده انا بعتبره افضل ما قدمت دينا الشربيني على الاطلاق، مش من الافضل بل الافضل. هو من ابرع ادوار الدراما المصريه على الاطلاق، من تمثيل في قمه الصدق، خدك في دايره من المشاعر الانسانيه اللي ما كنتش متخيل انك هتشوفها في شخص واحد. وما انت نبيه قوي كده، تفتكر مين اللي عمل كده في امين؟ الشخصيه دسمه جدا لدرجه اني مش متخيل ان في حد نجح في انه يأديها بدون غلطه واحده، لان ورد مش شخصيه، ورد اشخاص كتير، وكل شخص منهم حقيقي وهيوصل لك مشاعر مختلفه تماما عن الشخص اللي قبله. ودايما هتسأل نفسك سؤال، ده بجد ولا ورد بتمثل؟ وعمرك ما هتلاقي الاجابه قبل ميعادها، لازم تستنى، مش هتعرف معنى افعالها غير لما يجي الوقت المناسب اللي تعرف فيه. ومهما حاولت تخمن او حتى لو كنت جواك متاكد، الاحداث بس هي اللي هتثبت لك انهي نسخه من ورد هي النسخه الحقيقيه. هم دول بيفرق معاهم عيانه ولا حتى بنموت؟ دور دينا الشربيني في شخصيه ورد هيفضل الاكثر تعقيدا واحتراف. لا افتكر ولا تفتكري ولا فكر ولا تفكري. وعشان نريح اعصابنا مره كمان، بيجيلنا الشخصيه خفيفه الظل اللي هتكسر من اي ايقاع قاتم ممكن المسلسل يقدمه، الفنانه الكبيره شيرين في دور فخر هانم الزهيري، الارستقراطيه اللي بتعاني من وحده فبتعيش في الجراند اوتيل بشكل شبه دائم عشان تتفادى وحدتها. انا يا احمد مش بحب اروح البيت، في البيت دايما بحس اني وحيده. وفي ظل ما بتسلي نفسها بتسلينا معاها بحكايه ولا 10 عن جوزها الزهيري باشا. اصله انا وعمك زهيري الله يرحمه، زهيري الله يرحمه، اصل زهيري كان صفيق. هي مش بس موجوده للتسليه والضحك، فهي حلقه وصل كبيره ما بين الاشخاص وبعضها، اللينك اللي لولاه في علاقات عمرها ما كانت هتكون، اهمهم علي ونازلي. نازلي كانت أجمل بيبي شفتها في حياتي. ومن ضمن مفاجآت المسلسل ندى موسى في شخصية أمال، كانت مفاجأة كبيرة جدا. أمال نفسها كسائر أبطال العمل في مكانها مظبوط، اختيار مثالي إنها تبقى فعلا بنت اسمت وتضاد لنازلي اللي هتعمل بالانس ما بين 3 ستات عيلة حفظي. لازم تردي على كل أسئلتك وتحسميها كويس قوي قبل ما تتجوزي من بعض، عشان الجواز ما فيهوش هزار. فساتينها وملابسها والميك اب والشعر فيهم جمال كبير جدا اتهدر حقه، لان امينه خليل خطفت كل الانظار. ولكن لازم نلفت النظر لجمال ندى موسى. امال كانت جميله جدا، ولكنها ابعد ما يكون عن نوع جمال نازلي اختها، وده هينعكس على ملابسها اللي هتكون ارستقراطيه جدا زي بقيه العيله اكيد، ولكنها ما فيهاش اللمسه الرقيقه والحره اللي دايما هتلاقيها في كل ملابس نازلي تقريبا. بل فساتينها مهتمه جدا تعكس مكانتها الاجتماعيه، ما فيهاش رقه ولا حريه، فيها انعكاس ثراء وذوق الهوانم، حاجه تشوف فيها اسم عيلتها وبريق الجراند اوتيل تخليك تقول ان دي فعلا بنت اسمت هانم. عشان انا قلت لك 100 مره قبل كده ان انا مش هسمح لابني يتربى مع اولاد الشغال. الميك اب والشعر نفس الكلام، اهتمام كبير بانهم يبروزوا المكانه الاجتماعيه بتفاصيل على قد ما تبين جمالها، على قد ما تبروز حده طبعها وغرورها. بس انا فضلت قاعده على ايديهم لحد خلاص. انت هتحكي لي قصه حياتك، حطيها على السرير وروحي شوفي شغلك. حبينا نديها حقها اللي ما خدتوش بسبب براءة نازلي الساحرة. فالمسلسل هيفكرك ان للجمال اشكال كتير، ولكن دور امال يفوق الشكل والغرور والارستقراطية. فامال ماهرة جدا في اشياء بغيضة جدا، فهي استاذة في التلاعب النفسي والابتزاز العاطفي، استغلال ضعف من حولها لاستمداد قوتها. انا بحاول اكره نفسي كل يوم في الراجل ده واستمتع وانا بستقوى عليه. دور امال نظرة في النفس البشرية، وممكن تعمل ايه لما يتملكها الكم ده من الغرور والتعالي. وبأكد لك ان حتى لو دمعتك مش قريبة، قصة أمال وعلى نار هادية ممكن تقربها، وبأداء من الطراز الرفيع من ندى موسى اللي ادت كل شيء عندها للدور ده. خبي عشان حب وأخلص وضحى عشان واحدة زي بنت واحدة زيك، عايشين ومعشين منهم ألف كده وكده. علاقة أمال باللي حواليها تقدر توصل لك كويس تأثرها بأمها اسمت هانم، واللي حواليها دول بالأخص 2، جوزها وأمه. مش محتاجين نقول قد ايه الثراء الخمسيناتي يليق على الراحله العزيزه رجاء الجداوي، اللي الدور ده ما اعتقدش ينفع لحد اكتر منها، عنايات هانم بركات. اصل كل الموجودين عارفين انه احسان بيه
ابن بركات باشا. احنا في مصر عندنا ميراث شعبي كبير عن الحموات بالاخص في الفتره دي من الزمن. فلو رجعنا للسينما زمان، يعني الصراع ده دائم وابدي في الثقافه المصريه، ولكن تم طرحه في جراند اوتيل بشكل سلس جدا وكمان بروح الحقبه الزمنيه. وهنلاقي ده في علاقه عنايات هانم بمرات ابنها امال. لكن لا، هتسيب حضن الهانم الكونتيسه بتاعتك وتيجي تشوفني؟ هي عندها من النظره ما يكفي انها ما ترتاحش لعيله حفظي وما تحبش امال وما تطقش اسمت. فهي في نظرها غير جديره انها تاخد ابن بركات باشا إحسان بركات. انا اعشق هذا الدور واعشق هذا الرجل. محمد حاتم اختيار جبار من صناع العمل، اللي حطه في المكان ده في الدور ده نشن وصاب الهدف تمام. الاحتفالات الحقيقيه يا هانم هتحصل لما ولي العهد يشرف. عرف يخلي إحسان بيه يبقى الشخص اللي بيجي في دماغك مجرد ما نقول مصر في الأربعينات والخمسينات. الجنتلة، الشياكة، الذوق، وكل الصفات اللي بنوصفها دلوقتي بإنها ما بقتش موجودة، هتشوفها حية من جديد في شخصية إحسان بركات. في وصف مصري يقال على صاحب الصفات دي: ابن ناس. ما هو مراد عشان يتقال عليك ابن ناس دي برضو محتاجة خبرة. والإبداع في دور إحسان بركات خلاك تشوف الكلمة دي متجسدة في شخص، وبجانب كل الصفات دي فإحسان يبقى الزوج اللي إخلاصه وحبه يعدي كل الحدود لزوجة لا تساعد على هذا الكم من التفاني. ونورتي الدنيا كلها ونورتي الأوتيل، أنا سعيد جدا. اسمت هانم متمسكة بيه جدا لأنه ابن سليم بركات باشا اللي مش هنشوفه، ولكن ما تتخيلش قد إيه هذا الحاضر اسما والغائب فعليا هيأثر على طبيعة علاقة إحسان وكمان هيكل العلاقة ما بين الأربع شخصيات اسمت وعنايات وأمال وإحسان. وكمان والأهم من كل ده علاقته بمراد حفظي اللي قايم بدوره أحمد داوود. مراد هو فيلن القصة، الشرير المؤذي، ولكن انسى خالص اللي تعرفه عن شرير الدراما المصرية. اللي هنشوفه في مراد نوع شر مختلف تماما، والأهم إنه زي كل شخصيات المسلسل ملوش بعد واحد. مراد ثلاثي الأبعاد، مفيش حاجة اسمها أنت شرير وده كل اللي هنشوفه منك. فمراد في قمة الاجتهاد في عمله ومؤهل جدا لمهام وظيفته، يعرف كل كبيرة وصغيرة في الأوتيل ويعرف إزاي يدير كل شيء. ايه التجمهر ده؟ تشوفوا شغلكم ليه؟ إنسان خفيف مع اللي حواليه، اجتماعي وبشوش. أسوان كلها منورة يا عنايات هانم. وقصاد كل ده فهو قمة الانتهازية والوصولية والشر اللي العمل مش هيستنى دقيقة واحدة عشان يوضح لك ده. بتهددين انا يا حته خدامه؟ انت عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ من أهم تفاصيل وأدق تفاصيل مراد هي عينيه. لما بيحصل أي شيء يهز أي إنسان طبيعي، مراد عينيه بتبقى أفضل من الصحراء. عينه ميتة بكل معاني الكلمة، ما فيهاش أي روح، ما فيهاش أي معنى، فقط فراغ. الديد آي أو العين الميتة دي تفصيلة سيكوباتية جدا. أنا شكيت للحظة إنها ممكن تكون غير مقصودة، أو إنها نظرة أحمد داوود الجادة في العادي، أو حتى متكررة في كل أعماله. فرحت أبص على كل أعماله عشان أتأكد إن التفصيلة دي بالفعل كانت مقصودة. دي مش عين أحمد داوود، دي عين مراد حفظي. مش هتشوف عين مراد بتلمع وبتحس وبتتوجع وبتفرح إلا مع شخص واحد فقط لا غير طول الحلقات: نازلي. العمل بيوريك ان حتى اقبح الشخصيات ما بيننا مش اقوى من سحر المشاعر. الحب اللي بيبث الحياة في العين اللي ما فيهاش اي حياة، الحب اللي بيدينا نظرة جوه انسانية شخص ما ادكش اي سبب انك تهتم بانسانيته. تأثير مشاعر الحب على الانسان مننا حتى الاشرس والاحط والاشر تأثير لا يوصف غير بساحر. اخيرا يا نازلي. وكله تقدر تشوفه من خلال البطل الخفي للعمل، العيون. نوعية التمثيل في العمل نفسها تجربة منفردة جدا في الدراما المصرية، فكانت عيون الشخصيات هم البطل الحقيقي. النظرة بتقول 100 كلمة وبتوضح لك 100 معنى أبلغ من الكلام. كل شخصية عينها بتعبر عن نواياها والكلام اللي المفروض تقوله حتى في قمة الصمت. التجربة غريبة جدا إن المخرج مخلي جزء من الحوار يكتبه المشاهد في عقله من خلال النظرة في عين الشخصية، فراغات أنت اللي هتملاها بنفسك. تقدر تشوف التهديد في عين ورد وتركب انت الجملة، العداء والامتعاض بين امال وحماتها وتركب انت 1000 جملة. تقدر تشوف الخنقة والضغطة النفسية اللي في عين نازلي كل ما مراد يقول لها كلمة حلوة وتركب انت الجملة. تقدر تشوف علي وهو على وشك يسأل سؤال وتخمن السؤال هيبقى ايه. مثال اعجبت بيه جدا في الموضوع ده نظرة امين او محمد ممدوح. هنا عايز اقول لك ان طول ما هو باصص وبيعبر بالشكل ده في صمت تام، في ديالوج في غاية الأهمية بيحصل في الخلفية، ولكن وش امين اللي ما بيتكلمش اطفى معنى فوق معنى الكلام اللي بيتقال.
بيتقال، كل حواسك مطلوبة في المشهد. النوع ده من التمثيل ثري جدا لأنه صعب، الكلام مفيش أسهل منه، ولكن إنك تتكلم بعينيك وتعبيراتك لدرجة إنك ما تحتاجش تقول ولا كلمة بصوتك يبقى فنيا اختيار شجاع جدا جدا من المخرج، لأنها مخاطرة بتعكس إيمانه التام بمواهب فريق الممثلين اللي معاه، وبتورينا أداء مقنع ومحترف من كل فريق العمل. وما تفهمنيش غلط، المسلسل كله ديالوج، الكلام فيه مالي معظم مساحات المشاهد، ولكن النظرة ليها دور كبير في إن حتى الكلام يبقى له معنى أقوى بكتير، والصمت يبقى له دور أقوى من الكلام. تجربة لازم تجربها بنفسك عشان تفهمها. بره. الشخصيات لحم ودم، حقيقيين جدا، مش هتحب كل الأشخاص على طول حتى أفضل من فيهم، ومش هتكره كل الأشخاص على طول حتى أسوأ من فيهم. الكتابة هنا أهم عنصر في الأمر ده، لأن الشخص الحقيقي معيوب، هتحبه يوم هيخنقك يوم. كل شخصية محتاج تركز معاها عشان تتعرف عليها، على عيوبها قبل مميزاتها، عشان تعرف تكون وجهة نظر عنها بشكل سليم زي أي شخص في الحياة الحقيقية. مثال نادر في الكتابة والإخراج وإبداع في الأداء التمثيلي. ولكن لو متابعنا كويس هتعرف ان في كل عمل بيقرب من الكمال ما بيقدرش يوصله، ودايما بنلاقي حاجات كان ممكن تبقى احسن. الشق البوليسي من العمل كان ممكن يبقى افضل بكتير، ولكن في حقيقة الامر ان لو في ثقوب في الاحداث هتبقى 3/4 في الجانب البوليسي والقانوني من العمل. مفيش قصة في المسلسل هتخليك تسأل عن منطقية الاحداث او واقعيتها اكتر من الجانب ده. دايما تحسهم بيوصلوك للنقطة النهائية بدون ما تعرف ايه اللي حصل. فلان دخل السجن عشان الجريمة الفلانية وخرج منه بعد الحادثة العلانية. كل حاجة بتحصل في سرعة غير منطقية. ده يرجع لأن المسلسل كان لازم ينقي معاركه كويس، فهو بيلخص 3 مواسم المسلسل الأسباني في موسم واحد غير قابل للزيادة. وتامر حبيب ذكر بوضوح إنه بيفضل الجانب الرومانسي والإنساني عن البوليسي. ماليش انا في جو السسبنس ويا ترى الجثه راحت فين والحاجات دي، ما انا بتاع المشاعر والحب والميوزك. ولكن برغم أي نقاط ضعف أيا كانت إيه، المشاهد المصري بقاله فترة بيطالب بعمل تلفزيوني معين يديله مشاعر كتير، يحترم عقله ويركز في التفاصيل. عمل مكتوب بإحساس ومتنفذ بإخلاص وصدق، عمل مفيش حد شغال فيه مش مديله كل تركيزه وكل إبداعه. في رأينا الشخصي المشاهد المصري بقاله فترة بيطالب بجراند أوتيل، هو بس مش واخد باله. جراند أوتيل هيفضل مثال في الدراما المصرية لإيه اللي بيحصل لما كل حد يبقى في مكانه، ولما كل شخص في العمل من ورا الكاميرا لأمامها يكون مطلع أفضل ما عنده. كانت رحلة ممتعة و30 يوم إقامة مجانية في أفضل أوتيلات الدراما المصرية، جراند أوتيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك، لأنه أكبر دعم لينا إننا نستمر ونكمل. الذكريات ما بتخلصش واللي جاي أحلى. أراكم على خير.